ضمن الاستهدافات الأخيرة لفصائل المقاومة أيضا، لأنه مع كل استمرار استهداف المدنيين تعاود فصائل المقاومة الحديث عن إطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية. لكن أبرز البلاغات العسكرية الصادرة عن فصائل المقاومة كانت لكتائب القسام التي تحدثت من جديد عن استهدافها ومباغتتها كما تقول للقوات الإسرائيلية المتوغلة في شمال غرب بلدة بيت لاهيا، حيث توجد هناك مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة منذ يومين تقريبا، والمقاومة وكتائب القسام تستهدف هذه الآليات بين فترة وأخرى وتعلن عن ذلك. هذه المرة قالت أنها تسللت خلف خطوط هذه القوات الإسرائيلية المتوغلة والتحمت معها واشتبكت مع هذه القوات الموجودة هنا. ومن المعروف عسكريا أن أي قوة إسرائيلية، أي قوة عسكرية وآليات عسكرية تبقى في مكانها لفترة هي تمثل بالنسبة للطرف الثاني أهدافا ثابتة يسهل استهدافها ويسهل مهاجمتها، وهذا لعله نقطة ضعف أيضا في هذا التوغل الإسرائيلي، بقاء هذه الآليات في مكانها وتوغلها. هذا يعني أن المقاومة ستستهدفها مرة ومرتين وثلاث، وبل أيضا تشتبك معها بشكل مباشر. وأيضا كما جاء في بلاغ كتائب القسام يمكن لها أن تتسلل من خلف هذه القوات. هذا يعني أنها لديها طرقها، ولربما شبكة الأنفاق التي ادعت إسرائيل أنها تقوم بعملية قصف عنيف على هذه المناطق لتدميرها. الآن لربما بهذا البلاغ إشارة إلى قدرة المقاومة على الاستثمار هذه الأنفاق أيضا في الالتفاف حول القوات الإسرائيلية وتوجيه ضربات إليها من هذا القبيل. وهذا واحدة من الفرضيات التي جرى الحديث عنها بعد هذا البلاغ العسكري، أن كتائب القسام ما تزال قادرة على استثمار قدراتها في تلك المناطق رغم كل هذا القصف الإسرائيلي، ولديها القدرة أيضا على مهاجمة ورصد هذه الآليات وأن تكون قريبة من هذه الحدود رغم كل هذا الوابل من الصواريخ الارتجاجية التي سقطت على هذه المنطقة. نتحدث على الشمال الغربي منطقة العطاطرة، وهي منطقة زراعية، نتحدث عن كيلو مترات إلى الداخل إلى العمق، هي عبارة عن مناطق زراعية، ثم هناك أيضا مبان سكنية. ويبدو أن جيش الاحتلال رأى في هذه المنطقة أنها ستكون سهلة وتواجد قواته سيكون أمرا آمنا نظرا لأنها منطقة مفتوحة ويمكن لقوات الجيش أن ترصد أي حركة في الجهة المقابلة. لكن مع هذه البلاغات الثلاث التي من كتائب القسام بخصوص هذه القوة المتوغلة، يبدو أن المقاومة تزال قادرة على توجيه مجموعة من الضربات اتجاه هذه القوات الإسرائيلية.